يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. المسرحية. شنو المسرحية؟ ما المسرحية؟ وما أنواعها؟ المسرحية بمفهومها العام قصة. المسرحية شنو؟ عبارة عن قصة. المسرحية بمفهومها العام قصة. هاي القصة راح يجري بيها المؤلف، مؤلف المسرحية، مؤلف القصة. راح يجري؟ راح يجري فيها الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها. زين، ذول الشخوص ايش راح يسوون؟ راح يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. فالمسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها. المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. راح يمثلون يعني راح يتعمقون بالأدوار. وين؟ على خشبة المسرح. مسارح قبل مو نفس مسارح هسه المسرحيات صارت عندنا قليلة، باعتبار طشت عندنا السوشيال ميديا والبرامج والتمثيل، وكلها صارت ممثلين، وهذا يصور له فيديو على التيك توك، هذا يصور له فيديو على اليوتيوب، فكلها قامت تمثل. بزمن قبل يعني أكيد كنا شايفين المسرحيات مالها القبل، يوقفون على المسرح ويمثلون فد مسرحية أو مشهد معين. هذا المشهد منين جايبينه؟ جايبينه من المؤلف نفسه. فهو المؤلف ايش قاعد يسوي؟ قاعد يحكي الكلام اللي بداخله عن طريق مجموعة من الأشخاص. هذول الأشخاص قاعد يمثلون الحادثة مال هذا الحدث المعين، وين؟ على خشبة المسرح للمشاهدين. فتعالوا خلينا نحفظ. المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. المسرحية شبيهة بمفهومها العام قصة. المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها. هذول الشخوص شنو يسوون؟ يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. راح يمثلون شنو؟ حادثتها للمشاهدين على المسرح. فما المسرحية؟ عبارة عن قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. زين، وما أنواعها؟ المسرحية راح تنقسم إلى قسمين: مسرحية شعرية يلقون بها شعر، والمسرحية النثرية اللي يلقون بها النثر. فالمسرحية الشعرية والمسرحية النثرية، المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية، المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية. أنواع المسرحية شنو؟ نوعين: مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية. فشنو المسرحية؟ المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. أنواعها: مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. آخر مرة: المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. أنواع المسرحية: مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. زين، احنا بشنو نهتم؟ وما يعنينا وما يهمنا المسرحية الشعرية، يعني المسرحية النثرية ما نغرض بها. وما يعنينا المسرحية الشعرية،
وما يعنينا المسرحية الشعرية، وما يعنينا، وما يهمنا وما يهمنا المسرحية الشعرية، وما يعنينا المسرحية الشعرية، وما يعنينا، وما يعنينا، وما يعنينا، وما يعنينا المسرحية الشعرية، وما يعنينا المسرحية الشعرية التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا، التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا. يعني شنو التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا؟ يعني الغزارة مالتها كانت بالقرن الثامن عشر. غزارتها يعني عالم كذا سولف بيها، يعني مثل ما نقول طشت بالقرن الثامن عشر في أوروبا، طشت بالقرن الثامن عشر في أوروبا. فتعالوا، المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. وأنواعها مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية. المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية. وما يعنينا المسرحية الشعرية التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا. وما يعنينا المسرحية الشعرية التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا. وما يعنينا المسرحية الشعرية التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر وين؟ في أوروبا. سؤال: هل يعرف الباحثون أولية للشعر المسرحي؟ أو متى بداية ظهور الشعر المسرحي؟ يعني الباحثون عندهم يعني معرفة عامة أو سابقة بالشعر المسرحي، بالمسرحية الشعرية عندهم يعني قبل معلومات متعمقينها يعرفونها. تعالوا، لا يعرف الباحثون أولية المسرحية، ما يعرفونها، ما لهم غرض بيها، أول مرة يسمعون بيها. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. ما يعرفون لا أوليتها يعني منين جت، ولا مراحلها يعني البدائية ومنين جت وشلون صارت. ما يعرفون، ما عندهم أي معلومة شلون عرفوها. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. من قد ما سولفوا بيها، من قد ما حاولوا يطورونها، من قد ما اهتموا بيها، خلى المسرحية الشعرية تنسب إليهم. أوكي. أوكي، فهل يعرف الباحثون أولية للشعر المسرحي؟ أو متى بداية ظهور الشعر المسرحي؟ لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي، ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه شنو جعلها تنسب إليهم. خل نراجع السؤالين اللي أخذناهم. شنو المسرحية؟ المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. أنواعها قلنا مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. اللي يعني أن المسرحية الشعرية انحسرت وين ويمتى؟ بالقرن الثامن عشر بأوروبا. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها. ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. جعلها تنسب إليهم. جعلها تنسب إليهم. جعلها تنسب إليهم. سؤال:
ما الصفة الأساسية المميزة للمسرحية؟ بشنو تتميز المسرحية؟ اكو صفة مميزة، يعني كل واحد بينا صفة مميزة بيه. مثلا فلان طويل، مثلا فلان جميل، مثلا فلان يضحك، مثلا فلان هواي شاقي. فكل واحد بينا عنده صفة مميزة بيه. فشنو الصفة المميزة الأساسية للمسرحية؟ بشنو تتصف المسرحية؟ قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. هي المسرحية مو قديمة، قديمة بهذا الوقت وبهذا التاريخ اللي مرت به من خلال التجارب ومن خلال التطوير. مرت بتغيرات وتطورات. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها شنو؟ مقدرة المؤلف على الاختفاء. يعني هسه انتم من يعني قبل كانوا يطلعون فد مسرحيات، يعني تقريبا جيل 2010 لحد جيل 2017 كانوا يطلعون على قناة العراقية مسرحيات. يعني الممثلين اللي معروفين حاليا يمثلون على خشبة المسرح. زين احنا الممثل او مو الممثل، المؤلف، احنا قاعد نعرفه نشوفه ندري بيه منه، لا بس سامعين باسمه ولون، يعني لون نعرف اسمه لو ما نعرفه. ليش؟ لان هو اصلا مختفي. فهاي الصفة الاساسية اللي تميز المسرحية. فشنو الصفة المميزة للمسرحية؟ هي مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد. قلت لكم ما نشوفه. إذ لا يراه المشاهد وإنما يرى شخوصا مختلفة. يا هم الشخوص المختلفة؟ الممثلين. ويدرك أصواتا متباينة، أصوات الممثلين. ومرات يخلون فد إيقاعات موسيقية هيك على مود يعني ما يصير الجو فاهي وبس يحجون وما شنو، لا اكو بيها ايقاعات مثلا موسيقية، اكو بيها مؤثرات صوتية. فما الصفة الأساسية المميزة للمسرحية؟ بشنو تتصف أو تتميز المسرحية؟ بس هاي الصفة تكون أساسية بيها. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. طبعا هذا السطر مو مهم، تقدرون تتركونه ومن هنا تبدون. يعني هو سألك عن الصفة، يريد الصفة من هنا تجاوبه، بس الزايد خير. أوكي. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها هي شنو؟ مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. تعالوا خلينا نحفظ اللي هنا. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها شنو؟ مقدرة المؤلف على الاختفاء. مقدرة المؤلف على الاختفاء. مقدرة المؤلف على الاختفاء. مقدرة المؤلف على الاختفاء. إذ لا يراه المشاهد، لا يراه المشاهد، لا يراه المشاهد، لا يراه المشاهد، لا يراه المشاهد. وإنما يدرك شخوصا مختلفة. عفوا، وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها هي مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات. ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها هي مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. خلي نراجع على 3 أسئلة الخذيناهن. شنو المسرحية؟ المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. قلنا أنواعها مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. ما يعنينا يا هي اللي تعنينا؟ اللي هي المسرحية الشعرية التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا.
زين، هل يعرف الباحثون أولية المسرحية الشعرية يعني أو أولية للشعر المسرحي؟ لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها، ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. فلا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها، ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. شنو الصفة الأساسية المميزة؟ قلنا مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد، وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. قد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات، ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها هي مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد، وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. إذ لا يراه المشاهد، وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. إذ لا يراه المشاهد، وإنما يرى شخوصا مختلفة. يراه يرى، يراه يرى، يراه يرى، يراه يرى، يراه يرى، يراه يرى. إذ لا يراه المشاهد، إذ لا يراه المشاهد، إذ لا يراه المشاهد، وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. زين، سؤال: متى عرف العرب المسرحية؟ احنا كعرب يمتى دخلت لنا المسرحية؟ يمتى تطورنا وتحدثنا ووصلت لنا المسرحية؟ أو اهتمام العرب بها، ولمن تهيئت الأسباب في أواخره؟ يعني هو هذا السؤال جاي يعني للفنون والأدبي بالدور الثاني 24. تمام، يعني سؤال مهم ومرشح عنه. أوكي، متى عرف العرب المسرحية؟ يمتى دخلت لنا المسرحية ويمتى احنا اهتمينا بيها وانطيناها أهمية وصارت جزء أو أحد أنواع الشعر عندنا. أوكي. أوكي، فمتى عرف العرب المسرحية ولمن تهيأت في أواخره؟ هسه هذا السؤال هيك يجي بهاي الصيغة، هاي ما تجينا. متى عرف العرب المسرحية ولمن تهيأت في أواخره؟ متى عرف العرب المسرحية ولمن تهيأت الأسباب في أواخره؟ عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر. المسرحية يعني بدولة أوروبا أو بأوروبا، قارة أوروبا، يمتى عرفوها ويمتى ازدهرت عندهم؟ في نهاية القرن الثامن عشر. احنا يمتى دخلت لنا كعرب؟ في القرن التاسع عشر، يعني ورا قرن كامل، ورا 100 سنة دخلت لنا المسرحية. اوكي. اوكي، فعرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، بعدما تهيأت الأسباب لمارون النقاش. من هو؟ وتهيأت الأسباب في أواخره لمارون النقاش. شو اسمه؟ وتهيأت الأسباب في أواخره لمارون النقاش. مارون النقاش، مارون النقاش، مارون النقاش، مارون النقاش. بعدما تهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني. اللبناني، اللبناني. مارون النقاش منين؟ من لبنان. مارون النقاش من وين؟ من لبنان. مارون النقاش. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا. إيطاليا ضمن يا قارة؟ ضمن قارة أوروبا. أوكي. أوكي، فمارون النقاش سافر لإيطاليا واطلع عليها، وبعد ذلك حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح في ذلك. أوكي. أوكي، فالعرب يمتى عرفوا المسرحية؟ في القرن التاسع عشر. هسه خلينا نسولف سوالف عادية. يمتى العرب عرفوا المسرحية الشعرية؟ عرفوها في القرن التاسع عشر. زين، ياهو اللي جابها إنه منو اللي راح لإيطاليا وحاول أن ينقلها إنه، ياهو اللي وصلها إنه، ياهو اللي انطانا تحديث وخلانا نعرف المسرحية الشعرية. مارون النقاش، مارون النقاش، مارون النقاش. بعدما تهيأت له فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا وحاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح في ذلك. أوكي. أوكي،
متى عرف العرب المسرحية الشعرية؟ ولمن تهيأت الفرصة هي في أواخره؟ عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، بعدما تهيأت الفرصة لأواخر بعدما تهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش. أواخر منه؟ أواخر القرن التاسع عشر. أوكي. وتهيأت في أواخره الهاء تعود إلى القرن التاسع عشر. أوكي، عبارة عن ضمير يعود إلى القرن التاسع عشر. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح في ذلك. زين. من أوائل الشعراء العرب من كتب في المسرحية؟ منو أول واحد كتب بالمسرحية الشعرية؟ منو أول واحد؟ يعني منو أول واحد؟ يعني هو طبعا يعني كلمة معروفة عليه الشعراء قبل يتسابقون منو يصير الصدارة، منو ياخذ الأول، منو ياخذ الترند. أوكي. أوكي، فمنو أول شاعر كتب بالمسرحية الشعرية؟ وشنو كان عنوانها؟ ومن عرف بكونه رائدا لها؟ منو اللي أكثر واحد اشتهر بيها؟ يعني أوكي، أول واحد كتبها أكيد فشل، لأن يعني باعتبار أنه إجا واحد غيره وتصدر بالمسرحية الشعرية. فمن أوائل الشعراء العرب من كتب المسرحية الشعرية؟ كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي. خليل اليازجي، خليل اليازجي، خليل اليازجي. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء. شو اسمها؟ المروءة والوفاء. من هي؟ المروءة والوفاء. مسرحية 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 المروءة والوفاء. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء. يا عام 1876. 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 كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء يا سنة 1876. ولكن من هنا انتهى بعد دور خليل اليازجي. من هنا بعد خلصنا من خليل اليازجي. فكان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء عام 1976. ولكن التجربة الحقيقية ولكن التجربة الحقيقية كانت لأحمد شوقي. أحمد شوقي كانت التجربة مالته فعلا تجربة حقيقية. ليش؟ لأن كان شاعر ما يريد بس يطش، ما يريد يعني بس يعني ينعرف كم يوم ويطفى، لا، كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز. كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز. كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة. يريد لفن شنو؟ السعة، التنوع، التمييز. السعة، التنوع، التمييز. السعة، التنوع والتميز. فكانت التجربة الحقيقية لأحمد شوقي
من هو؟ أحمد شوقي. شو اسمه؟ أحمد شوقي. أحمد شوقي. أحمد شوقي. من أول واحد نظم المسرحية؟ خليل اليازجي. المن كانت التجربة الحقيقية؟ لأحمد شوقي. من أول واحد نظم المسرحية الشعرية؟ خليل اليازجي. من أول يعني منو اللي كانت له التجربة الحقيقية؟ أحمد شوقي. ليش؟ لأنه كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز. يريد لفنه السعة والتنوع والتميز. يريد لفنه السعة التنوع والتميز. يريد لفنه السعة التنوع التميز. واستدعت إقامته في باريس. واستدعت يعني صار لازم، يعني هو مو كان إقام، يعني أقام فترة معينة من حياته بباريس. زين زين. استدعت إقامته في باريس أن يشهد المسارح، يشوف المسارح بعينه ويشوف ايش جاي يصير بيها. أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات. وأن يقرأ المسرحيات مثلا كتاب الأحياء، ما نقدر نعرف شنو بداخله إذا ما نقرأ. أوكي. وبعض الشغلات إذا ما نشوفها بعيننا هم ما راح نفهمها. فهو كذلك أحمد شوقي سوى، شاهد وقرأ. شاهد المسرحيات وقرأ المسارح. وعفوا قلبتها. أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات. أوكي. أن يشاهد المسارح أو يشهد المسارح ويقرأ المسرحيات. أوكي أوكي. وبعد ويرى ما لهذا الفن من مكانة فأبدع في روائعه الأربع، ياهن مجنون ليلى، عنترة، علي بيك الكبير، كليوباترا. أوكي أوكي. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء عام 1876. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء سنة 1876. ولكن التجربة الحقيقية هي تجربة أحمد شوقي. ليش؟ لأنه كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز. السعة والتنوع والتميز. السعة والتنوع والتميز. السعة والتنوع والتميز. إذا أكو واحد بيكم يعني يحب يحفظ نصا راح أقرأ هسه نصا. أوكي أوكي. واستدعت في إقامته في باريس أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات ويرى ما لهذا الفن من مكانة فأبدع في روائعه، يا هي مجنون ليلى. مجنون ليلى. مجنون ليلى. أول وحدة يا هي مجنون ليلى. 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 قولوا إياي. مجنون ليلى. مجنون ليلى. مجنون ليلى. مجنون ليلى. مجنون ليلى. عنترة. 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 من انت صاعد بسيارة وتدق له الواحد هورن ما يرضى يوخر، قل له انا جاي اسوي لك، جاي اسوي لك عنترة. عنترة. عنترة يعني جاي يدق لك هورن ترى ما توخر هيك. فعنترة. عنترة. 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 مجنون ليلى وعنترة. 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 علي بك الكبير. هي بيك المفروض. اوكي. علي بيك الكبير. علي بك الكبير. ما اعرف ليش كاتب بك، اعتقد هي اسمها بيك هيك. فعلي بيك الكبير. علي بيك الكبير. علي بيك الكبير. علي بيك الكبير. بعد شوي اتاكد لكم معناتها. علي بيك الكبير. 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 كليوباترا. 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 فهسه أربعة يلا. مجنون ليلى وعنترة. مجنون ليلى وعنترة. مجنون ليلى وعنترة. مجنون ليلى وعنترة. علي بيك الكبير وكليوباترا. 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 علي بيك الكبير كليوباترا. علي بيك الكبير كليوباترا. مجنون ليلى وعنترة. مجنون ليلى وعنترة. تعال خلينا نحفظ هذا آخر سؤال. منو أول شاعر كتب المسرحية الشعرية؟ قلنا خليل اليازجي.
كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء سنة 1876. 1876. 1876. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء عام 1876. 1876. ولكن التجربة الحقيقية تجربة أحمد شوقي. ولكن التجربة الحقيقية تجربة أحمد شوقي، فقد كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز، واستدعت إقامته في باريس أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات ويرى ما لهذا الفن من مكانة، فأبدع في روائعه الأربع: مجنون ليلى وعنترة وعلي بيك الكبير وكليوباترا. مجنون ليلى وعنترة وعلي بيك الكبير وكليوباترا. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء سنة 1876. ولكن التجربة الحقيقية تجربة أحمد شوقي، فقد كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز، واستدعت إقامته في باريس أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات ويرى ما لهذا الفن من مكانة، فأبدع في روائعه الأربع: مجنون ليلى وعنترة وعلي بيك الكبير وكليوباترا. وعلي بيك الكبير وكليوباترا. وعلي بيك الكبير وكليوباترا. مجنون ليلى وعنترة وعلي بيك الكبير وكليوباترا. كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء سنة 1876. ولكن التجربة الحقيقية هي تجربة أحمد شوقي، فقد كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز، واستدعت إقامته في باريس أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات ويرى ما لهذا الفن من مكانة. واستدعت إقامته في باريس أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات ويرى ما لهذا الفن من مكانة، فأبدع في روائعه الأربع: مجنون ليلى وعنترة علي بيك الكبير وكليوباترا. مجنون ليلى وعنترة علي بيك الكبير وكليوباترا. فخلي ناخذ شنو أخذنا بهاي الصفحة. بشكل عام قلنا المسرحية. شنو المسرحية؟ المسرحية بمفهومها العام قصة يجري فيها المؤلف الكلام عن طريق الحوار بين شخوصها الذين يمثلون حادثتها للمشاهدين على المسرح. أنواعها: مسرحية شعرية ومسرحية نثرية. وما يعنينا المسرحية الشعرية التي انحسرت في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا. لا يعرف الباحثون أولية المسرحية والمراحل البدائية التي مرت بها، ولكن اهتمام الإغريق بهذا النوع الأدبي وإعلاء شأنه جعلها تنسب إليهم. وقد مرت المسرحية بتاريخ طويل شهدت فيه تغيرات وتطورات، ولكن الصفة الأساسية المميزة فيها هي مقدرة المؤلف على الاختفاء، إذ لا يراه المشاهد وإنما يرى شخوصا مختلفة ويدرك أصواتا متباينة. قد عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش. شو اسمه؟ مارون النقاش. يهو نقلها إن مارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح. عرف العرب شيئا؟ هذا السؤال ما يعني أحسه مهم كلش. عرف العرب شيئا عن المسرحية الشعرية في القرن التاسع عشر، وتهيأت في أواخره لمارون النقاش اللبناني فرصة الاطلاع عليها في إيطاليا، إذ حاول أن ينقلها إلى بلاده وقد نجح. آخر سؤال بالهاي الصفحة الأولى: كان الشاعر اللبناني خليل اليازجي أول من نظم مسرحية المروءة والوفاء سنة 1876. ولكن التجربة الحقيقية تجربة أحمد شوقي، فقد كان شاعرا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز، واستدعت إقامته في باريس أن يشهد المسارح وأن يقرأ المسرحيات ويرى ما لهذا الفن من مكانة، فأبدع في روائعه الأربع: مجنون ليلى وعنتر وعلي بيك الكبير وكليوباترا. هذا الجزء الأول شوي، وأصور الجزء الثاني إن شاء الله. إذا عجبكم الشرح أعطوني رأيكم على مود أعرف إنه أكمل أو أوقف وأنتم بتقرون وحدكم. فإن شاء الله أصور لكم الجزء الثاني إذا عجبكم الشرح. باي باي.